السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. تعالوا بينا كده نعمل حاجة حلوة. اخواتنا المغاربة بيعملوها، اسمها حرشة المغربية، وشفتها بصراحة في قناة اختي وحبيبتي اصل المطبخ مع أميمة. هنشوف كده، هنجربها. لقيت عندي المقادير كلها فقلت ايه اقوم اجربها ونعملها. عندنا كوباية الا ربع عصير برتقال، كوباية الا ربع سكر، كوبايه الا ربع، هي عامله كوبايه الا ربع زيت، انا حطيت معلقه سمنه معاها، وكوبايه الا ربع، كل كوبايه الا ربع وكوبايه الا ربع لبن، وبيضه واحده. وبصراحه خدت بشر البرتقال قلت اجربه برضو هنشوف طعمها ايه. وعندنا بدل الدقيق حاطين كوبايتين سميد، اللي هو السامونيلا ده، السامولينا اللي بنعمل بيه البسبوسه اهو. وعندنا باكو فانيليا، هي معلقه، بيبقى معلقه صغيره. وهناخد معلقه بيكنج باودر. وهنشوف هنعمل ايه بقى في المقادير دي كلها. حطيت البيضه عليها الفانيليا، بسم الله الرحمن الرحيم. نحط السوائل كلها، البرتقال كوبايه الا ربع برتقال، كوبايه الا ربع لبن، كوبايه الا ربع زيت، وانا حاطه عليها معلقه سمنه. حابه تحطي خلاص. كوبايه الا ربع سكر. وهنضرب المقادير دي كلها وهنشوف هنعمل ايه بعد كده. حطيت معلقه البيكنج باودر اهي، زي ما انتم شايفين، اللي هي البيضه دي. خلاص، وهنبدا نقلب بسم الله الرحمن الرحيم. وبعدين هنفرغهم بقى في طبعا ضربت الحاجات السايله كلها مع بعضها، وهنبدا ننزل بقى بالسميد ده، بسم الله الرحمن الرحيم. وهضربهم بقى وارجع لكم. حطيت السميد في الخلاط مع السوائل، وحطيت كمان بشر البرتقال. انا بحب طعم بشر البرتقال كده لما بيبقى في قلب الكيكه او الطريقه دي. هشوف هيبقى طعمها فيها ايه. خلاص. وعندنا الصينيه هي حاطه فيها زيت ومبدرها بالدقيق، وهنبدا نصبهم بقى وهنشوف هنعمل ايه. يلا بقى نصبها في الصينيه، بسم الله الرحمن الرحيم. هي طبعا بتبقى سايله. هنزل الباقي بقى ده. وبعدين ارجع لك تاني. خلاص خلصتها اهي، وهزيتها هزتين كده. وبعد كده هدخلها في الفرن على درجة حرارة 170. هنشوف هتقعد قد ايه، وبعد كده هطلعها لكم واوريها لكم. ايه رأيكم بقى؟ طلعتها اهي، شكلها وريحتها طالع تحفة. هعمل بقى هفتح كده بالسكينة. عاملة سيرم خفيف، بسم الله الرحمن الرحيم. حاجة بسيطة. بس تعالوا خدنا قطعة اهي. تعالوا نجرب بقى نشوف طعمها. بسم الله الرحمن الرحيم.
شايفين من تحت سواء جميل. بسم الله الرحمن الرحيم. طعمها تحفة. ميكس كده بين الكيكة والبسبوسة. لا الطعم جميل جميل جميل، والسكر بتاعها هادي وجميل. تحية لكل اخواتنا المغاربة، وتحية برضو لاختي اللي هي عرفت منها الطريقة، قناة اصل المطبخ مع أميمة. تحية لكم جميعا، بصراحة تحفة تحفة. جميلة جدا، بألف هنا طبعا الدهيات. وما تنسوش اللايكات يا حبايبي، وكل سنة وانتم طيبين. واقول لكم ايه، اترككم في رعاية الله وامنه وحفظه، وانتظروني في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.